ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. النهارده بقى معانا روتين بسيط جدا وخفيف على القلب كده، ومش هيبقى تقيل على قلبكم ولا حاجه. بس لو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك لاختك سومه حبيبه قلبك. يلا بينا نبدا الفيديو. نحب نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده كده انا بدات روتيني. يعني قبل ما اعمل فيه اي حاجه، انا حبيت، انا كنت قاعده زهقانه. ده اول حاجه، يعني كنت قاعده زهقانه جدا جدا. فقلت لا، انا عايزه اكل حاجات مسكره وازقز في لب واظبط نفسي واقوم اشوف اللي ورايا يعني. هو كانت الشقه ما كانتش متبهدله قوي ولا الكلام ده. انتوا هتشوفوا اللي ما كانتش متبهدله دي، شوفوا معنى الكلمه ديت في الاخر وانتوا هتشوفوا الفيديو. انتوا هتحكموا كان تقيل ولا ما كانش تقيل. تمام. فانا سايباكم انتوا اللي تحكموا، يعني انا سايبه لكم مفاجاه انتوا اللي تشوفوها. فطبعا هنا انا قلت لازم ايه اظبط نفسي بقى، والعيال مش معايا بصراحه. فكنت قاعده زهقانه قوي قوي قوي، وكنت مكسله عن كل حاجه بصراحه، مش هضحك عليكم. هنا ده كيس بلالين انا جايباه للعيال، قلت لهم عشان ايه يتلهوا عني شويه، وانا ايه انا قاعده يعني، وهم قاعدين معايا في اليوم ده وقاعده زهقانه. فالمهم ايه، قلت هظبط نفسي كده واقعد ازقز بقى في لب وزداني والفراوله الجميله ديت، ودي بندقيه اللي صاحب المقلة اداهالي عليها كده. فالمهم ايه، كانت طعمها حلو قوي. قلت بقى انا ايه هاخد ازقز كده واخلص، وبعدين ايه اقوم اشوف الروتين بتاعنا نعمل فيه ايه. المهم بقى، فتحت لهم بقى كيس البلالين اديتهولهم، وخليتهم قعدوا على السلم بره، قعدتهم على السلم قدام باب الشقه. قلت بقى اخد لكم بقى جوله كده على السريع على الشقه على طول. هنا الشقه كانوا شايفين منظرها كان عامل ازاي. تمام، اللي انا بقول لكم ده روتين خفيف، واخدين بالكم. هنا بقى ايه، دي الدفايه انا كنت مطلعاها عشان السقعه والجو اللي احنا فيه، التلج اللي احنا فيه ده. الدفايه دي بتاعت الفرح بتاعتي. فهنا بقى ايه ديت الاشاعات والعلاجات لمحمد اهوت. هو فتح باب الشقه ودخل برضه، يعني هو بيطلع بمزاجه ويخش بمزاجه. إيه، فادعوا له بالشفاء ان ربنا يشفيه. محمد ابن تعبان جدا، والله تعبان يعني. يعني بجد اقول لكم ايه، انا مش عايزه انكد عليكم والله، يعني كفايه كفايه اللي انا شايفاه. يعني ادعوا له ان ربنا يشفيه. محمد ابني عنده كهرباء على المخ، وعنده فرط حركه وصعوبه في التعليم. وبصوا يعني في حاجات تانية كتير والله، ما انا ما قادره والله اتكلم واقول لكم عليها عشان ايه. ما بحبش اشيل لحد همي يعني. ادعوا له بس بالشفاء كده، وان ربنا يهديه ويخليه يا رب، واحنا واولادكم جميعا يا رب ان شاء الله، واولاد المسلمين. هنا دي الاباجوره اهيت اللي كانت مايله، اللي كنت زهقانه منها، فكرت لها الفكره دي، قلت والله لازم اظبطها ولازم تقف، لو ما وقفتش والله لا ارميها. قلت جبت لها لزق كده ولزقته وظبطتها. تمام. هنا بقى كنت شلت السجاد كله بتاع الشقه. تمام. وقلت بقى ايه احطه في الشمس في البلكونه، نشرته كله كده في زي ما انتم شايفين. ما لقيتش بقى مكان للسجاده الحمراء دي، قلت هسيبها ايه نفضتها على السلم، وقلت احطها في البلكونه ايه الشمس تيجي عليها وخلاص. هنا روقت اوضه الاطفال وظبطتها، غيرت الملايات اللي كانت عليها، قصدي الملايات كانت زي ما هي وكده. جبت بس ايه الفرق، اللي انا ضميت السرير ده على السرير ده، ودي الطرقه اللي ايه اللي احنا بنعدي منها. تمام. قلت بقى عشان الشتا والعيال تدفي بعضها وكده، قلت ايه تغيير برضو. هنا بقى الريسبشن، فتحت الشبابيك بتاعت الريسبشن كده، ندخل كده هوا وشمس كده في قلب الشقة. هنا رحيم برضو اخوه فتح له الباب وجه، فسبت باب الشقة كده مفتوح، قلت هوا الشقة. كنست هنا بقى الريسبشن وسيقته. تمام. شايفين نضف ازاي، شايفين السيراميك بقى بيلمع ازاي. وهنا بقى انا كنت مشغله الشاشه طبعا على الاغاني بتسليني. ودي الزبالة اللي طلعت من الشقة، اللي انا بقول لكم روتين خفيف ومش هيبقى تقيل ولا حاجة، بس انا ما طولتش برضو، يعني انا عندي حق في الكلمة، انا ما طولتش عليكم الفيديو.
ده انا اعمل الحاجه واوقف الفيديو كده وارجع لكم اللي انا ايه مخلصاه، وقت ما بخلص بقوم مصوره لكم عشان ما اطولش عليكم. بس هنا بقى بصوا حسيت براحه، والاغاني بقى شغاله والجو رايق كده، ولا نعكشه ولا اي حاجه. شلت المفرش، واخدين بالكم من المفرش اللي انا كنت بحطه على الترابيزه دي في الاول بتاع الانتريه، انا شلته خالص ما عدتش بحطه. تمام. وايه وقلت ما عدتش افرشه تاني، مش عارفه اتعقدت منه كده. وانا الحاجه بصراحه اللي انا بزهق منها ما بحبش افرشها تاني والله لو هي جديده، مش عارفه ليه. انا بقى دخلت بقى قلت بقى ايه، ارش بقى المعطر بتاعي كده، احس بالريحه الحلوه بقى واحط المعطر كله في الشقه. بس والله يا جماعه انا كنت زهقانه وكسلانه جدا 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 جدا. ودي الصلاه بعد ما خلصت اهيت تمام زي ما انتم شايفين كده. وقلت بقى انا كنت في غم من امبارح بسبب محمد، الاشاعات اللي انا عملتها والحاجه، واول ما لقيت ان هو عنده كهرباء اتغميت وكنت زعلانه جدا بصراحه. فطبعا الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا حلو، وانا راضيه والله العظيم، ولو اكتر من كده برضه انا راضيه الحمد لله. انا المطبخ بقى كان ظبط معانا وظبطته. كنت بقى عملت هنا الاكل بتاعنا بقى سمك وشويه سلطه كده وشويه رز، بصوا يستاهلوا بقكم بصراحه. اتفضلوا معانا حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده، يا رب اكون كده خفيفه على قلبكم. واشوفكم الفيديو الجاي حبايب قلبي في رعايه الله. باي باي.